اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ هذه الصورة لشخصية البطلة التي تجسدها منى زكي. هو ممكن في ست محجبة يبقى شكلها كده ولا شفايفها كده ولا مناخيرها كده؟ من كام يوم ظهر لنا بوستر لمسلسل جديد هيشارك في رمضان 2023 من بطولة منى زكي. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. المسلسل من اخراج محمد شاكر خضير وتأليف خالد دياب ومراته شيرين دياب. وبعد ما نزل البوستر السوشيال ميديا اتقسمت لنصين، نص مؤيد ونص معارض. انا هبقى مرتشي، انا هبقى نيلة، انا هبقى اوسخ جدا، انا هبقى اوسخ منك، انا هبقى انت حاجه، انت طول عمرك نيل، انت اللي طول عمرك وسخ يا عم روح يا عم غرس. طب المؤيد والمعارض دول بيأيد ايه وبيعارض ايه؟ خلونا نبدأ الحكاية من الاول. نعم ارغي يا عم الأمور. بعد مشاركة منى زكي في فيلم اصحاب ولا اعز اللي ظهرت فيه في كام مشهد في إثارة للجدل بشكل كبير جدا للمجتمع المصري عشان هي يعتبر المصرية الوحيدة في الفيلم. يا زين ما اخترت. وده أثر بشكل كبير جدا عن الفيلم اللي عملته بعدها بمشاركة أحمد السقا، فيلم العنكبوت. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الله أكبر. تقوم ترجع لنا في رمضان دوت بمسلسل تحت الوصاية وما ظهرش من المسلسل أي حاجة غير البوستر وصورة من جوه العمل. ده التوكيل يا خالد. ايه ده بس بالسهوله دي؟ لا يا راجل خبيه وندور عليه تاني. خبيه وندور عليه تاني. وإثارة الجدل هنا جت بسبب لبسها للحجاب. طب هل المشكلة في لبس منى زكي للحجاب؟ بالعكس، مع ان منى زكي في فيلم اصحاب ولا اعز قبلها كانت عاملة مسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021 وكانت طالعة بنقاب. هو ده ولا مش هو؟ هو. فالرأي المعارض اللي جه بعد ما البوستر نزل كان بيقول اصل حواجبها تقيلة، هو ده شكل واحدة محجبة، هو ده منظر واحدة محجبة. الانتقادات هنا ما كانش عشان شكل منى زكي بالحجاب، بالعكس الانتقادات هنا لمنى زكي نفسها. خد التقيله. ايه هتسخ في وشي؟ لان عندك مثلا يسرا عملت اعمال كتيرة جدا مثيرة للجدل وكانت طالعة بالحجاب. ايه الافلام دي؟ طب رأي المعارضين كان ايه؟ كان بيقول لك تلاقيها هتطلع ست غلبانة ومش عارفة تاخد حقها وبعد كده هتقلع الحجاب عشان تتحرر و يقوم يطلع لنا النهارده مؤلفين العمل بتصريح ان ولا اي حاجة من اللي اتقالت على السوشيال ميديا دي صح. شربتها يا كروديا؟ الموضوع باختصار ان هي مرات واحد صياد ومخلفة منه عيلين وجوزها بيموت وهي بتبدأ تنزل تشتغل كصيادة وسط كل الرجالة دي، وده اللي كان بيبرر شكلها كان عامل كده ليه في البوستر وكان باين عليها التعب. وشلت الشنط ومشيت ايه يعني؟ بطل رفع الشنط في الفندق انت يعني ولا ايه؟ ليه؟ عشان يظهر لنا بعض المؤيدين اللي يقول لك يا جماعة لسه العمل ما نزلش، ده حتى الإعلام ما ظهرش، وايه المشكلة يعني؟ وبلدنا بقى في انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. بس ليه منى زكي بالذات؟ وقفوني بقى كده طابور عشان نعين ونخلص، انا ما سيقتش النهارده لسه. الفنانة منى زكي بدأت مشوارها الفني في مسرح جامعة القاهرة، مسرحية بالعربي الفصيح بمشاركة الفنان القدير محمد صبحي، ومن هنا بدأ مشوارها الفني. انا عايزه امثل يسعدك الشك الشك وارقص واغني يسعدك الشك الشك، خلينا امثل يسعدك الشك الشك. وابتدت تتعرف اكتر من اعمال كتير جدا حبينا لها زي ابو علي مع كريم عبد العزيز، وخالتي فرنسا مع الفنانه القديره عبله كامل، وغيرهم من اعمال كتير جدا حبيناها فيها، ومن هنا اكتسبت سمعه فنيه كويسه بينها من الفنانين الكبار. يعني اي حاجه. واللي ساعدها في ده كمان زواجها من الفنان احمد حلمي وخلاهم من احلى الكابلز في صناعه السينما. فلك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان بعد الاعمال السينمائيه الجباره اللي عملتها منى زكي ان 3 أو 4 مشاهد في فيلم كانوا كفيلين ان هم يقضوا على مستقبلها الفني. يا زفت. ويخلوا ان اي عمل ينزل ليها يبقى عليه ضجه كبيره جدا ويخلوا كل الناس مش طايقينها. ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. فهل من وجهه نظرك انت شايف ان دي نهايه الفنانه منى زكي، ولا الضجه اللي هتحصل مع كل عمل بتنزله هيخليها هو الاكثر مشاهده بين كل الاعمال اللي جنبها؟ فانا مستني رايكم في الكومنتات تحت، وما تنسوش اللايك والشير وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. والكلام على ايه؟